أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطوة لقدام. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا كلنا بنمر بيه وبنحس بيه في لحظات معينة من حياتنا، وهو الخوف. الخوف من التغيير، من الفشل، من المجهول. أوقات بنلاقي نفسنا واقفين في مكاننا، خايفين نتحرك، خايفين ناخد الخطوة الأولى. بس يا ترى إزاي نقدر نواجه الخوف ده، وإزاي نحوله من عائق لطاقة تحركنا لقدام؟ أول حاجة محتاجين نفهمها إن الخوف مش عدو. الخوف موجود في حياتنا عشان يحمينا من أي خطر، لكن بيبقى مشكلة لما بيبدأ يعطلنا ويمنعنا من تحقيق أحلامنا. ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. يعني كتير جدا من مخاوفنا مجرد وساوس بتخلينا نشك في نفسنا، لكن الحقيقة إن مفيش حاجة تستاهل أبدا إننا نقف مكاننا علشانها. الفكرة إنك تفهم خوفك مش تهرب منه. طيب إزاي نواجه مخاوفنا؟ خلينا نتكلم عن خطوات عملية ممكن نطبقها بشكل فوري. سمي خوفك بصوته العالي. معظم الوقت الخوف بيكون شيء غامض، شعور كده مش مفهوم. عشان كده أول خطوة إنك تحدد خوفك بالظبط، يعني تقول لنفسك أنا خايف من إيه. لما بتسمي خوفك بتبدأ تاخد أول خطوة وتعرف إنك تسيطر عليه. واجه خوفك واحدة واحدة، ما تحاولش تكسر الخوف مرة واحدة. خده خطوة خطوة زي اللي بيتعلم السباحة، مش بيروح يرمي نفسه في البحر كده مرة واحدة. غير دايما منظورك عن الخوف. اسأل نفسك إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ في الغالب هتلاقي إن المخاوف مش بالحجم اللي انت متخيله، وإنك حتى لو فشلت هتتعلم حاجة جديدة. وافتكر دايما قول الله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. طول ما ربنا معاك مفيش حاجة هتخوفك. ابدأ كده بخطوات صغيرة، ما تستناش تكون جاهز بنسبة 100%، لأن الجاهزية الكاملة دي وهم. كل الناجحين اللي بدأوا ما كانوش مستعدين، بس بدأوا، والمهم إنك تبدأ. افتكر إنك مش لوحدك، كل شخص ناجح في الدنيا مر بلحظة الخوف دي، والفرق بينك وبينه إنه قرر يواجه. تعالوا بقى نحكي كده قصة حقيقية، قصة شخص قرر يتحدى خوفه، وبدل ما يسيبه يعطله استخدمه كدافع للنجاح. قصتنا النهاردة عن والت ديزني. والت كان فنان عنده حلم كبير جدا، لكن الحياة ما كانتش سهلة عليه. في بداية مشواره اشتغل في جريدة، لكن بعد فترة قصيرة جدا اتطرد، والسبب ان رئيسه قال له انت مش موهوب كفاية وما عندكش افكار ابداعية. رغم الصدمة اللي خدها والت ديزني ما استسلمش وبدأ مشروعه الخاص، لكن للأسف فشل وخسر كل فلوسه. كان عنده كل الأسباب اللي تخليه يستسلم، لكن قرر يجرب تاني واشتغل على شخصية كرتونية جديدة كلنا نعرفها، وهي ميكي ماوس. لما راح يعرضها على الشركات رفضوه وقالوا له إن الفكرة مش هتنجح، لكن المرة دي والت قال لنفسه يعني هيكون إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل، وبدل ما يخاف من الرفض قرر يحاول للمرة الأخيرة، والمرة دي بمجهوده الشخصي قدر ينجح، وميكي ماوس بقت أشهر شخصية كرتونية في العالم. وبعدها أسس ديزني لاند، والنهاردة شركة ديزني لاند تعتبر واحدة من أكبر شركات الترفيه في العالم. تخيل كده لو كان استسلم للخوف، أكيد طبعا كان زمانه شخص عادي، لكن لأنه واجه خوفه بقى أسطورة. أخيرا وقبل ما أختم حلقتنا، الخوف مش هو المشكلة إنك تسيبه يتحكم فيك. في الحقيقة كمان إن الخوف هو أول علامة إنك واقف عند باب التغيير. السؤال الوحيد هنا هو: يا ترى هتفضل واقف مكانك ولا هتفتح الباب وتاخد الخطوة الأولى؟
خد نفس عميق كده، فكر في الحاجة اللي خايف منها واسأل نفسك يا ترى ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل. الحقيقة انك هتكتشف انك قادر اكتر بكتير جدا ما كنت متخيل انك تحقق حلمك.